إنكم تذكرون بني إسرائيل وكيف أذلهم فرعون حتى بعث الله عز وجل إليهم موسى عليه السلام، وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا الاستخلاف في مقابله عمل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فينظر كيف تعملون. وبدأ الله عز وجل يعذب قوم فرعون على مراحل، فإن الله رحيم بعباده. العاصي يوم يتكشف اوعى تتصور أنه كشف لأول مرة، لا، بل عصى كثيرا وأرخى الله عليه ستر الحلم فلم ينتهي ففضح. فيش عاصي أبدا يكشف ويفضح من أول مرة. فالله عز وجل عاقب آل فرعون درجات: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يبقى أول مجاعة عشان يفوق، لا، عاتوا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني لا طوفان ولا قمل ولا جراد. يجي ينام الأمل بياكله ما يعرفش ينام، والذي يظل بلا نوم يجن. يرفع القلة عشان يشرب ينزل دم بدل المية، هيموت من العطش. يرفع عشان ياكل طبيخ يلاقي ضفادع، هيموت من الجوع. تصور واحد حياته كده، لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. كمان مع هذا الذل والعقاب استكبروا وكانوا قوما مجرمين فانتقمنا منه فأغرقناه. ده ما يستاهلش يفضل على الأرض ثانية واحدة، لأن أي بني آدم عنده ضمير لما ينزل عليه العقاب يقول أنا تبت. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش يقول أنا تبت وأنا غلطان، لا، يبقى ده ما ينفعش يعيش على الأرض. أغرقهم الله عز وجل. ثم قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حال المسلمين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كحال بني إسرائيل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تشكرون. لسان المنعم عليه يعيش في مقام الشكر فيلتذ قلبه بمحبة ربه. كل نعمة في مقابلها شكر وكل مصيبة في مقابلها توبة. أهل السعادة لا يرون إلا هذا.